السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده طبعا هاخدكم معايا في جوله. طبعا الجوله دي تعتبر احنا داخلين على شهر جديد وداخلين على كمان العيد، عيد الاضحى. فطبعا كل سنه وانتم طيبين كده، ويعود عليكم الايام بخير وعلينا. فطبعا كل ما بنزل بجيب اجزاء واشيلها للعيد. فطبعا تعملوا حسابكم من دلوقتي عشان عقبال ما يجي العيد عليكم يكون ان شاء الله الخير كده في البيوت كلها. فطبعا هنا انا هنزل زي ما شايفين كده، هجيب البان واجيب مشتريات، حاجات يعني خزين للبيت. ودلوقتي بقى حبايبي احنا ماشيين طبعا في جولة مع بعض، فبنشوف ايه اللي ناقص مثلا في البيت. طبعا زي ما قلت لكم في المشتريات الأخيرة في الفيديو، فقلت لكم ايه اللي ناقص في البيت، وبتكتبوه فرقة وقلم وتكتبوا اللي ناقص، لان ممكن تنزلي هتنسي مثلا ايه اللي ناقص في البيت، او تجيبي حاجات زيادة ملهاش لازمة، او يكون حاجات تانية يعني مش عايزاها تجيبيها على الفاضي. فطبعا احسن ورقة وقلم وتكتبي اللي ناقص، وكل ما بتنزلي بتاخديها معاكي. احنا مصورين الورقة طبعا بالتليفون، فبيبقى معاكي التليفون بتشوف اللي ناقص وبتجيبيه. وطبعا اهم حاجة طبعا قلنا عليها العروض طبعا بتعمل لك توفير في الاخر، يعني حاجة جميلة. فما بتوفري كتير في العروض فده بيوفر معاكي، فبتيجي في الاخر طبعا ده بالنسبة لك بيعمل لك مبلغ ان انت بتعملي العروض دي ليكي، احسن من تجيبي حاجة لوحدها. يعني كل ما تعوزي حاجة تنزلي تجيبيها وتطلعي، لا العروض والسوبر ماركت لما تروحي تجيبي حاجتك كلها دي بتبقى احسن طبعا. هجيب بطاطس ولا طماطم؟ لا الطماطم مش حلو النهارده. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. Life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? دي بتبقى طعمها جميل Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, coming back where we used to be. Have fruits in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. الحمرا دي بتبقى احلى من الفتحة، في اللي هي الفتحة بالكشكول. والفيليه الوزن ده بيبقى قوي اكتر من الكبيرة بتبقى يعني دي صعبة قوي في صعبة قوي في الفرن لما تحطيها. جربناها قبل كده، لازم تقطعها حتت. Before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. بطاطس 2 كيلو. كده بطاطس. لا ما جاتش 2 كيلو الا بس هي الشيلة هتبقى صعب شوية في الشيلة. انت جبتي حبة حبة يعني عشان الشغل. معايا دول اصفر لما حطيهم كانوا كتير جدا. الطريقة دي هو ايه الفرق اذا كان فرق ايه؟ الاتنين اصلا.
الخضار بيبقى حلو. الخضار بس هنا الخضار هنا أنضف. الخضار هنا جميل ونضيف، انضف من بره. أحلى من بره. تلاقي الحاجه ممكن تبقى اغلى شويه بس مش مرشوشه، مرشوشه زي بره. خلاص. نطلع كده قدام. بصي البطيخ. ما هنا أحجام. تاخدي راحتك. المكان واسع كده براحتك، مفيش حد بيضايق حد. عايزة تجيبي. كيلو موز. مظبوط عدين. كيلو 838. في واحدة بنسحب منها. في واحدة بنسحب منها. اخبار الزيت ايه بقى؟ طب كام هذا؟ زازا، اسمه زازا. هو عزيز زيتون صح؟ كم واحد ده؟ 974. حلو ده صار هاد. دي كله زيت زيتون. في هنا اقول انا مصطفى لا 107. حلو أوي. بس انا استنيت الحاجات دي كتير فبس مش عايزة ده 53 وده 53. ده مش حلو. ايه مش عايزة حاجة. بكام دي؟ 89. هاتي كومات.
حلوة دي 102. مش عارفة. نجيب قوالب دي قوالب الزبدة. كام؟ ده قد ايه؟ ده نص كيلو. 172. لا القوالب كمان صغيرة زي كده. 122. هنا برضه 27. كلها 36. الفراولة زي اللي احنا فرزينها. ب أسعارها بكام هنا؟ 23. 23 أقل من نص. أقل من نص. احنا الكيلو كنا جايبينه يعني ب 10 وب 20 وخزنا منه كتير. يعني حاجة بصراحة اللي في البيت بتبقى موفرة قوي. بصوا عندكم برضه الذرة الفوقي. محدش الأكل حلو أوي. بيتزا 114. هي بتبقى جاهزة جاهزة على الفرن على طول. الذرة النسكافيه بقى هنا ايه؟ ده بكام؟ ده اللي هو نسكافيه 13. 13؟ اللي هو الأخضر شايفاه؟ ده 613. بقى نسكافيه. ده اللي هو البلاك. مفيش يا جماعة في حاجات مقاطعة لسه لحد دلوقتي الحمد لله يعني ده أنا مسكتها دي كلها. في أبو عوف عادي. مصر كافيه ده 151. قهوة دي قهوة. ده برضه احنا كنا هنا. احنا كنا هنا. ايه؟ كنا سكر بودرة. مش الضحى ده اللي جبنا منه مكرونة. ده بكام؟ 39 في 33. ده نوع برضه في مصر برضه ده كام؟ ده 33. كده ولا كده؟ ده خطوط. ما ينفعش اقول بس طلعي العربية معايا. اسوقيها بره. بس يا ماما. كام؟ 349. اسمه وش جميلة بس كده بتنام عليها. مريحة. فايبر بيبقى أحلى من في هنا برضو ايه. بصي ده واقي مرتبة عشان لو حاجة اتقلبت عليه ب 450. بس بصراحة حاجات يعني جميلة وشيك وحاجات يعني كيف بلاقيهم كده. في برضو ايه سلحفة. حلو. بكام ده؟ 950. ده هو اللحاف ولا حاجة تانية جنبها؟ ايه مثلا؟ تحت ده ايه؟ طقم لحاف صح؟ 950 جنيه طقم على بعض. بس جميل قوي. من جوه رسمة ومن بره رسمة. بكام دي؟ السعر تحت مكتوب كام؟ 199؟ 199 صح؟ دي جميلة قوي يعني أي حد عايز يغير ديكور البيت حاجات بنتي أو أي عروسة لو بتجهز جميلة قوي. والبطانية دي 450. نفس الرصاص 319. مكتوب عليها؟ لا مش كاتبين. مش حاطين سعر. لا أنا هجيبها إن شاء الله.
دي اتصال تقويم. الطاسة دي عشان تعرفي النوعية يعني حلوة ولا مش وحشة بتبقى تقيلة، التقليد بيبقى خفيف، غير كده دي ما تتقشرش، الأصلي ما يتقشرش، لكن هو التقليد يتقشر بسرعة. دي عاملة كام طيب؟ 111600. 11600 عشان الطعم كامل ونوعيته حلوة. الحاجات الرخيصة يعني نوعيتها بتبقى رديئة شوية وبتبقى سعرها مش فيها. يعني بعد ما تطبخي كذا طبخة فيها بتلاقيها باظت واتقشرت وبتبقى بتلزق فيها حاجة. دي كده الطاسات اللي هي بتتباع الوحدة بوحدتها. أنا بصي دي كام؟ 680. 680 دي جميلة. لونها حلو أوي، لون النبيتي ده بس عشان تكيلة أصلا حلوة. لونها حلو. نوعات الألوان هنا كلها تصدق حاجات كلها جميلة. في بصي دول 3 على بعض ب 900. 3 مع بعض 900. شكلهم جميل أوي. وإن شاء الله بقى نيجي نطبخ كده ونحضر حاجات من هنا كده جميلة. حلوة. بس دي بتاعت البيتزا صح؟ دي صح؟ هما مرسوم عليها البيتزا. بس حاجات جميلة وتحفة، ويعني كفاية إنها تبقى في المطبخ كده مطبخك تبقى حاجة جميلة حاجة تنور. ايه حاضر ما هو جاي. المانجا دي 349 بتاعت الجيلاتي اهي. دي برضه بتاع الجيلاتي جميل. بس بتوع بهارات 25. الله بس دي بتتعمل فيها الدقة او الزيت، بس شكلها جميل اوي، شكلها حلو. بس تتعمل فيها دقة مية، بس شكلها حلو اوي اوي. حطي فيها الزيت بتاعت الكشري بقى. في منها الصغنونة، الله دي صغنونة، ودول مع بعض. بس دي بتاعت ايه دي؟ طقم زيت وخل. دي شكلها مختلف عن دي. بس دي برضه طقم بهارات 130. حاجات في المطبخ هنا روعة 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 خطيرة. يعني الواحد بقى ايه يقبض الجمعية يجي هنا يجدد المطبخ كله. بس دول أحلى من البلاستيك على فكرة. النوعية دي أحلى من البلاستيك. كبير قوي ليه كده؟ كبير تستحمل انت بتضربي بيه كده. بس ده بتاع الكريم شانتيه او اللي اتعمل فيه بلح الشام كده، بس ما بيعمرش. ده كنا جايبينه وما عمرش. النوعية دي مش حلوة خالص. جبناها وبعد ما عملنا فيها ما نفعتش اصلا. تستحمل مش بتاعت عمايل. دي اللي هي المعالق الخشب. المعالق الخشب برضه جميلة. كام؟ ب 130. 130. وعايزة كمان الشاليهات. بس ما كنت كلنا في الليلة بتاع الترابيزات وحطينا كلها. بس صغنونة ليه كده من جوه؟ ضيقة قوي. صغنونة. سامسونج. بس دي أحلى على فكرة، دي أكبر. 87,000. دي سامسونج. ودي ايه؟ دي LG. دي أكبر على فكرة. بس دي دي أحلى. دي LG. افتحيها كده. دي أحلى، اللي بتبقى مقسومة من جوه دي مبتبقاش حلوة على فكرة. دي كده واحدة تحس إنها واحدة مش مقسومة. شكلها دي اللي فوق دي تلاجة واللي تحت الفريزر. دي عاملة دي شفافة. دي 63,000.
بس دي أقل، دي 17 قدم. لكن ده 20 خفيف يعني قدم. أقدم. طبعا اللي عايز أجهزة جمادات والحاجات دي اه الملح ده ما يجيبش للأكل بقى زي مثلا إيه؟ اه عشان الملح بتاعه جامد قوي بالنسبة ان حد يرش على اكل. كمان العلب دي برضه يعني اه ده وده. اه بكام العلبة دي؟ 5 جنيه. اه والأكياس دي بكام؟ 5 جنيه. اه ما شاء الله يعني بس كل دي 5 جنيه. هو الملح رخيص اساسا. الملح رخيص. اه ابداع. الله ايه العيش ده جميل قوي. ده غالي خالص. العيش ده اللانش بوكس او مثلا اي وجبه تاخديه جميل حلو. كام؟ 94 95 جنيه. يا بلاش. الخضروات دي برضه بتتحط على الكراسي، عارفه تحطيها في الجنب او في الظهر. المصايف. المصايف ايه ده جميل قوي. 79 80 جنيه. 80 اشكالها كلها يعني. ده مش ودي حلوه برضه ما يبانش فيها لما تحطيها تستحمل. وكده حبايبي خلاص يكون خلصنا كده الجولة معاكم، وطبعا خلصنا مشتريات الشهر الجديد وعيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. طبعا شفتوا معانا الحاجات اللي هي أسعارها حلوة ومهودة، والحاجات اللي هي بتبقى غالية، والحاجات اللي هي مثلا نستفاد منها، والحاجات اللي ما تنفعش. طبعا قلنا الحاجات اللي فيها عروض طبعا يبقى فيها توفير دي بنجيبها.